بنسبة 99% انت اول مرة تسمع المعلومة دي، وهي ان دماغك وجهازك العصبي ربنا خالقهم بيكرهوا الكذب ويعتبروه عدو ليهم. طب ازاي ده بيحصل؟ اولا، الدماغ ما عندوش مفهوم حرام وحلال، اللي يهمه حاجة واحدة بس، الاتساق الداخلي. بمعنى يعني تبقى شخص واحد برواية واحدة، اللي جواك هو اللي باين للناس على طبيعتك. لكن لما تكذب كذبة وتتحول لسر تخاف الناس تكتشفه، الدماغ بيعاملك كشخصين، لانه هنا بيضطر يدير روايتين: شخص جواه عارف الحقيقة وخايف تتكشف، وشخص قدام الناس عايش بصورة مختلفة بتحاول تحافظ عليها وتجملها. فهو عشان يوازن بين الشخصيتين دول ويحافظ على السر ده بيدخل في وضع اسمه سيلف كنترول، يعني مراقبة دائمة. يعني دماغك من اللحظة دي ما بقاش عايش، بقى بيراقب. يراقب كلامك، يراقب تصرفاتك، يسأل نفسه طول الوقت: مين يعرف ايه؟ مين انا قلت له ايه؟ مين ما ينفعش اقول له ايه؟ وده يعمل حاجة خطيرة جواك اسمها حمل المعرفي. والحمل المعرفي لو ما تعرفش لما بيفضل شغال بيعمل كارثة، وهي التوتر المزمن، اللي بطبيعة الحال بتقتل حاجة عندك اسمها راحة البال، ويخليك عايش مش مرتاح ومشدود طول الوقت. لأن الكتمان المرتبط بالخوف بينشط مراكز التهديد في الدماغ بشكل مزمن. وده بيفسر برضو ليه أحيانا بيبقى صعب علينا نحافظ على سر بيتقال لنا. في النهاية اللي عايز أقوله: ريح نفسك دايما وقول الحقيقة، ووجع ساعة ولا كل ساعة، وافتكر دايما إن الصدق هينجيك من نفسك. وبس كده.